السؤال ده أنا باسأله لنفسي، هل العربية دي هتنفع واحد عايز يشتغل بيها؟ هل العربية دي تنفع واحد عايز يبتدي أول مرة إن هو هيشتري عربية زيرو لسه لأول مرة؟ طب يشتريها هي ولا يشتري عربية مستعملة؟ طب هي ولا التيجو 4 برو؟ كل دي أسئلة أنا سألتها لنفسي وأنا ببتدي تجربتي للعربية دي. جايين النهارده بقى نجاوب يا جماعة. حبايبنا مساء الفل، دي الكايي الاكس 3 برو المنافس الرئيسي للشيري تيجو 4 برو. العربية دي يا جماعة هي أرخص عربية اقتصادية اس يو في في مصر. العربية دي جاية تقدم حاجات وجاية تشيل حاجات، ولكنها في الأول وفي الآخر هي أرخص عربية اقتصادية. فإحنا في الفيديو ده هوريك أنا أعجبت بإيه وإيه الحاجات المميزات في العربية وإيه اللي مش مميز في العربية، ولما هشتري أرخص عربية وأدفع أقل بادجت عشان آخد عربية اس يو في أنا هستفيد بإيه في العربية دي. فيلا بينا نشوف الإكس شو. طيب محتاجين الاول نعرف ايه هي شركه كايو وتاريخها ايه. شركه كايو يا جماعه اتاسست في سنه من السنين، محتاجين نرجع لورا شويه يعني بس مش كتير، هم 12 سنه من 2014. 2014 اتاسست كايو من شركه شيري اللي اسسها شركه شيري نفسها، وشيري دلوقتي بتمتلك منها 18%. طبعا تلاقي ان الشاسيه بتاع العربيه دي والموتور والفتيس وحتى الديزاين لانجوج هي نفس الحاجه بتاعت التيجو 4 برو، بس دي طبعا يعني اقرب الى فيس ليفت او تحديث شويه عن التيجو 4 برو. المميز في العربيه دي ان هي مستورده وهي بتنافس رئيسي مع التيجو 4 برو، لكن دي مستورده والتيجو 4 محلي ودي ارخص في السعر، فدي حاجه غريبه جدا. فتره ضمانها اعلى واطول وده هنناقشه واحنا في العربيه. لو بصينا على العربيه من قدام فالعربيه جايه بفوانيس او اضاءات من ال دي قويه جدا ولذيذه جدا، كانت من وجهه نظري محتاجه تعلى شويه، هنقول كل ده في الملاحظات اللي عندي على العربيه. بس العربيه جايه باضاءات فول ال دي، وبيميز التصميم الامامي شبكه تهويه عملاقه وشبكه تهويه كبيره جدا. تعالوا بقى نبص على العربيه من جنب، فجايه بجنود بمقاس 18 تو تون لونين. العربيه كمان يا جماعه فيها اشارات في المرايات، والمرايات دي بتفتح وتقفل كهرباء، والمرايات فيها كاميرات لان العربيه فيها كاميرات 360 درجه، وفي روف راك وفي سقف بانوراما كبير جدا هنبص عليه لما ندخل جوه. والعربيه مميزها زي ما بقول لكم الشاسيه بتاعها او قاعده البناء بتاعتها ان هي نفس قاعده بناء التيجو 4 برو، فالعربيه تحسها مألوفه، تحس ان انت عارف العربيه. كمان ده هيفيدك جدا في قطع غيار العربيه. كل قطع الغيار بتاعت التيجو 4 اللي هي منتشره بتركب على العربيه دي عادي جدا، الا طبعا بعض الحاجات زي الفوانيس اللي ورا الكلام ده، لكن الاساسيات بتركب عادي. العربيه طولها 4 متر و400 ملم، وعرضها متر 831، وارتفاعها عن الارض متر 653. دي ابعاد كومباكت اس يو في، ابعاد عربيه اس يو في صغيره نوعا ما. وتانك البنزين بتاع العربيه 51 لتر. طبعا العربيه موفره جدا في استهلاك البنزين، وهنشوف ده لما نطلع نتكلم عن العربيه واحنا على الطريق. تعالوا بقى نبص على الموتور بتاع العربيه. الموتور يا جماعه ما فيهوش مساعدين، مش مشكله، بس في حاجه مهمه قوي بقى. الموتور يا جماعه متغلف تغليفه ومتغطي بطريقه احترافيه جدا. انت تفتح ما تلعبش في حاجه، هم بيقول لك انت ما تلعبش في حاجه، اي حاجه تعالى عندي انا هشوف لك الموضوع في ايه. موتور متغلف حلو جدا. طبعا شفنا المنظر ده في عربيات كتير ولكنها عربيات غاليه، انا بكلمك في ارخص عربيه اس يو في في مصر. عايزين بس ناخد الكونسبت ده معانا واحنا ماشيين عشان نبقى فاهمين احنا بنتكلم في ايه. موتور 1500 سي سي تربو، 156 حصان، 215 نيوتن، 4 سلندر، عربيه جر امامي للعجلات. الفتيس اللي في العربيه دي هو فتيس سي في تي جيل متطور جدا، مش الاجيال القديمه اللي كانت بتعمل مشاكل. وعلى فكره الفتيس اللي راكب كمان في التيجو 4 برو ما بيعملش مشاكل. هو هنا مديك 9 نقلات وهميه، 9 نقلات دول بيديهم لك من السوفت وير. احنا عارفين السي في تي ما فيهوش نقلات، لكن هو بيديهم لك لكن هو بيديهم ده علي ايوه لكن هو بيديهولك من السوفت وير. نيجي بقى للتصميم الخلفي. التصميم الخلفي بتاع العربيه مميز الحقيقه، بيمشي بالليل كمان، هي ملفته للنظر شويه عشان اللايت بار ده بينور بالليل شكله حلو جدا. كل ده بيبقى مضيء، هو ال دي بالكامل. وعندك هنا سنسورز خلفيه، والازاز اللي ورا فاميه، والمساحه الخلفيه للشنطه 360 لتر، بتوصل ل 1100 لتر لما ننزل الصف الخلفي للكراسي. والله شنطه لذيذه على فكره. الموضوع مش جديد يعني، هي موجوده في التيجو 4 برو، الموضوع مش جديد علينا يعني.
لكن زي ما بقول لك هي العربيه دي بيميزها سعرها اللي هنقوله في اخر الفيديو، وباكج الصيانه والضمان والتجهيزات. العربيه دي جايه تديك كميه حاجات هنتكلم عنهم دلوقتي. يلا بينا ندخل العربيه من جوه. القعده ورا انا كده ظابط الكرسي اللي قدام على ان انا قاعد، يعني انا كده تمام، هقعد قدام تمام، ابقى سايق مرتاح يعني، وانا هنا قاعد برضو ورا مرتاح، مش قوي عشان انا طويل، لكن يعني الدنيا ماشيه. عندي فتحه سقف بانوراما، بصوا معديه راسي ورا، ودي حاجات مميزه جدا، يعني دي حاجه من الحاجات اللي مش موجوده اصلا في عربيه اس يو في قليله في السعر. فتحه السقف كبيره جدا. الفرش اللي انا قاعد عليه جلد لونين، اسود في جملي، وفي الوان تانية بتنزل. وعندي هنا فتحه تكييف خلفيه، بس للاسف هي اتجاه واحد، تقدر تظبطها يا يمين يا شمال. طبعا لو في اتنين قاعدين ورا هيتخانقوا، ده يقول له هاتها عندي وده يقول له هاتها عندي. احب اقول لكم انتوا الاتنين احترموا نفسكم واحمدوا ربنا، دي عربيه اقتصاديه قليله في السعر، فاحمد ربنا ان في تكييف ورا. الازاز اللي ورا كله كهرباء، وكله بيفتح وان تاتش وبيقفل وان تاتش، ودي برضو حاجه من الحاجات اللذيذه مع الازاز الفاميه زي ما قلنا. طيب هي القعده ورا ما فيهاش حاجات مميزه قوي، ما فيش هنا مخدع، دي برضو حاجة. طبعا عندنا هنا الاكياس يا جماعة، انا واخد العربية دي زيرو، واخدها لسه عاملة 1000 كيلو، يعني التاني مش عارف اول واحد ولا تاني واحد في مصر يركب. فتعالوا بقى نطلع نقعد قدام، يلا بقى يا سيدي قدام. طبعا زي ما انتم شايفين كده الدنيا قدام مليانة شوية بحبة تجهيزات كتير قوي. يعني اولا انا عندي شاحن وايرلس هنا، دي حاجة برضو مش موجودة خالص. فموضوع الشاحن الوايرلس ده مستحيل تلاقيه في الفئة السعرية دي. عندي هنا ستارت ستوب انجن موجود في مكان حلو قوي، وعندي تحكمات كده بسيطه، السبورت مود والايكو مود هنتكلم عنهم في الطريق. وعندي هنا الزرار بتاع الكاميرات ال 360 درجه، والزرار اللي بيعلي ويوطي الصوت بتاع الشاشه. فرامل يد كهرباء اوتو هولد. الفتيس بتاع العربيه شيفت باي واير، تكنولوجي وصرف واضح في تجهيزات العربيه دي. مساحه تخزين، عندي هنا مساحه تخزين كويسه، 2 كاب هولدر، وعندي هنا مخدع صغير مساحته صغيره بس تمام. وعندي الطاره اللي انا ما كنتش حاببها اول ما استلمت العربيه دي، ولكن بدات اخد عليها، شكلها عصري شويه، وشكلها يعني يديك ايحاء ان هي عربيه كهرباء. هي تو سموك كده، وفيها مثبت سرعه، وفيها تحكم في الطاره. وعندك التكييف موجود، ولكن طبعا برضو من الحاجات اللي مش عجباني ان التكييف مش اوتو، التكييف مانيوال، ولكن التكييف قوي قوي، يعني قوي بزياده في السقوعيه بتاعته، واحنا في الحر بنصور في الحر. الشاشه عندي 10 وربع بوصه مفاجاه، بتدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو، تمام، بس وايرلس بقى، يعني من غير توصيل كابل، مفاجاه كبيره، يعني الكلام ده مش موجود في الفئه دي برضو. عدادات ديجيتال واضحه وكبيره، وعندي هنا اضاءات داخليه من ال LED، وعندي جراب للنضاره، تمام، جراب للنضاره. عندي الكرسي اللي انا قاعد عليه ده كهرباء، بيتحرك في 6 اتجاهات. ركز معايا وشوف انا بقول كام تفصيله للتجهيزات بتاعت العربيه. المواد المستخدمه في بناء العربيه هي مواد متوسطه واقل من متوسطه شويه، ده طبيعي ومتوقع لان هي عربيه اقتصاديه. فانا عندي هنا هارد تاتش هنا كده، وده برضه هارد تاتش، وهنا هنا ده عندي سوفت تاتش. سوفت تاتش اللي بالجملي ده سوفت تاتش. الطاره المفروض جلد، لكن هي ناشفه شويه، تمام. تمام، احنا يعني ان انت بقى، انت ما انت عايز إيه تاني؟ انت هتاخد كل حاجه؟ انت مش هتاخد كل حاجه يا معلم، احنا نحمد ربنا خالص يعني، تمام. انا قلت كلمه تمام دي 100 مره لحد دلوقتي، مش عارف ليه. طيب العربيه فيها 4 ايرباج. بالنسبه بقى لوسائل الامان، فيها 4 ايرباج، 2 هنا و2 في الكراسي دي. وعندك ABS واي بي دي واي اس بي، قلنا مثبت سرعه، والسنسورز الخلفيه، وكاميرات 360 درجه. وسائل امان في الفئه الاقتصاديه اكتر من كافيه، انت مش محتاج اكتر من كده ان انت تمشي تتحرك في الشارع زي اي حد طبيعي، انت مش محتاج اكتر من كده. كده ناقص حاجه واحده اخيره، وهي ان احنا نطلع نسوق العربيه دي على الطريق. يلا بينا نطلع نجربها ونشوف راينا فيها ايه، وايه المميز وايه اللي مش مميز في سواقه العربيه دي. فيلا بينا يا عمنا، يلا يلا حبايبنا. طبعا يا جماعه اللي منكم متابع على السوشيال ميديا، عندي انستجرام وفيسبوك، كنت سالت سؤال مهم جدا لما اشتريت العربيه دي. السؤال ده انا بساله لنفسي: هل العربيه دي هتنفع واحد عايز يشتغل بيها؟ هل العربيه دي تنفع واحد عايز يبتدي اول مره ان هو هيشتري عربيه زيرو لسه لاول مره؟ طب يشتريها هي ولا يشتري عربيه مستعمله؟ طب هي ولا التيجو 4 برو؟
كل دي اسئله انا سالتها لنفسي وانا ببتدي تجربتي للعربيه دي. جايين النهارده بقى نجاوب يا جماعه بعد ما جربنا العربيه 8 ايام، فجايين نجاوب. طيب هنجاوب دول في الاخر، بس خلينا الاول نشوف اداء العربيه. العربيه بصراحه ادائها نشيط شويه على الطريق، العربيه نشيطه، ده غير متوقع لان فتيس العربيه سي في تي زي ما قلنا فتيس اقتصادي موفر للبنزين، الشركات بتحطه لان تكلفته قليله فبيوفر معاهم وينزل لك العربيه بسعر كويس، فبالتالي ما بتاخدش اداء كويس، بتاخد اداء اقتصادي زي ما الفتيس اقتصادي. هنا اداء العربيه بصراحه نشيط شويه عن اي عربيه تانية فتيس سي في تي. ده راجع لحاجتين، ان العربيه موتورها تيربو 156 حصان زي ما قلنا الارقام، والحاجه الثانيه ان العربيه مش تقيله في الوزن، العربيه وزنها خفيف نوعا ما، فالعربيه مش تقيله فبالتالي سحبها عادي جدا ان انت تجري بالعربيه. العربيه كمان بنتحرك فيها على الطريق بتو مودز، العربيه فيها ايكو مود وسبورت مود. لما جربت العربيه وشغلت السبورت مود وجربت التسارع بتاعها، هو ما فيش فرق ما بين الايكو والسبورت، هي في الاول وفي الاخر عربيه اقتصاديه، يعني مش هي اللي هتدوس على السبورت فالعربيه اوبا هتتحول بقى لا لا عادي، السبورت زي الايكو ما فيش فرق. استهلاك البنزين معايا انا في رحلتي وفي تجاربي كان 8.5 لتر كل 100 كيلو. طبعا انتوا ممكن يظهر لكم على الشاشه ارقام اعلى من كده، احنا عشان بس بنصور العربيه وماشيين وراكنين العربيه فتره طويله، لكن العربيه استهلاكها 8.5 لتر لكل 100 كيلو. ناس اللي ملاك العربيه دي كلموني تواصلوا معايا قالوا لي لا احنا الاستهلاك بيوصل معانا ل 7 لتر و7.5 لتر، وده انا اصدقه عادي، بس الاستهلاك معايا كان عالي علشان العربيه لسه بتلين. انا واخد العربيه دي عامله 1000 كيلو يا جماعه، فانا عشان لسه واخد العربيه زيرو، العربيه لسه في مرحله التليين، هي عادي لسه يا سيدي بتلين وعادي هنديها العذر يعني. انا متاكد ان هي بعد ما تلين هترجع تاني ل 7.5 لتر. التفويله تقدر تمشيك ال 600 كيلو مرتاح، 650 كيلو عادي جدا يعني. ده بالنسبه للاداء واستهلاك البنزين. بالنسبه للعزل الصوتي، اعتقد انتوا سامعين شويه، ما اعرفش بقى المايك هيظهر لكم ولا لا، العزل الصوتي يا جماعه اقل من المتوسط بصراحه. دي نقطه من النقاط اللي بالنسبه لي تعيب العربيه، ودي طبعا طبيعي في العربيات الاس يو في الاقتصاديه ان انت بتاخد عزل صوت مش قوي، لان طبعا احتكاك العربيه بالهواء بيبقى شديد، غير طبعا ان هي عربيه اقتصاديه فالمواد بتاعه العربيه مش متكلفه، مش مصروف عليها، العربيه مصروف عليها في حاجات تانية، مصروف عليها في تجهيزات، في اوبشنز، في رفاهيه، في بتاع، لكن العزل الصوتي قليل شويه. العزل الارضي كمان مش قوي يعني، برضو مش لذيذ قوي بصراحه، فدي برضو من النقاط اللي هي كانت محتاجه تبقى احسن شويه في العربيه دي. بس اللي بيميز العربيه زي ما قلنا النشاط واستهلاك البنزين. العربيه فيها بادي رول واضح زي اي عربيه اس يو في، وتعامل العفشه مع المطبات بصراحه جميل جدا. احنا دلوقتي ماشيين على حته مكسره، العربيه بتمتص النار والمطبات بطريقه لذيذه وبتاع، ما فيش شكوى عندي او تعليق عندي على نظام التعليق خالص في العربيه. جالي اسئله كتير بقى عن الوكيل يا جماعه، وكيل العربيه محمد ايه رايك في الوكيل، اداء الوكيل عامل ازاي، الكلام ده كله. طيب بص يا سيدي، انا هقول لك معلومات عن الشركه عن الوكيل بتاع العربيه، او الوكيل ماشي ازاي مع كايه، وانت قيم. انا بالنسبه لي انا كمحمد، انا عمري ما جربت عربيه قلت لك اشتريها عشان وكيلها كذا، ولا قلت لك اشتري دي عشان وكيلها غبور، ولا قلت لك اشتري دي عشان وكيلها منصور. اكبر وكلاء في مصر عندهم ماركات مش شغاله، وعندنا امثله في ده. انا بالنسبه لي اقول لك الخطه اللي حاططها الوكيل، وانت براحتك بقى انت شوف انت قيم الوضع يعني. اولا كايه بقى لها اكتر من سنه في السوق المصري دلوقتي، ومن 2014 وهي في السوق العالمي، شركه شيري انشاتها وبتمتلك منها 18% زي ما قلنا في اول الفيديو، فهي من 2014. في مصر هنا بقى لها سنه مع الوكيل، والوكيل فاتح 11 مركز خدمه للعربيه لكايه، منهم 8 أو 9 شغالين فعلي دلوقتي، وفي 3 تقريبا هيفتتحوا الشهر الجاي. عندك 7 مراكز بيع، دول بتوع كايه بس غير الموزعين المعتمدين، دول بتوع كايه. 4 تقريبا شغالين دلوقتي، وفي 3 برضه هيفتتحوهم الشهر الجاي. وعندك ان العربيه اللي بنجربها داخله تجميع محلي، فاضل لها ايام وتطلع للنور تجميع محلي، هي اصلا مستورده ارخص من التيجو فور المحلي، فما بالك لما تتجمع دي محلي. انا متفائل قوي بالموضوع ده. فدي خطه الوكيل، 11 مركز خدمه، 7 فروع، احنا بنتكلم في سنه واحده كل ده حصل، غير شبكه الموزعين، غير خط الانتاج. مين هيخش يا جماعه في خطوط انتاج وفي استثمارات في صناعه محليه وفي الاخر يخذلك؟ ما اعتقدش ان الكلام ده. كل الناس اللي داخله تجميع محلي لازم ان هي تأدي، عشان بيبقوا دافعين فلوس واستثمارات قويه عشان خاطر
دي استثماراته، من حقه ان هو يشوف العائد بقى، مش يخذلك في حاجه يعني. طيب نجاوب بقى على الاسئله بتاعتنا. العربيه دي نشتريها تنفع اول مره حد يركب عربيه زيرو يجيب العربيه دي يجرب معاها؟ الاجابه على السؤال ده العربيه دي تنفع حد بدل ما يروح يجيب عربيه مستعمله، بدل ما يروح يجيب عربيه موديل قديم ويتدبس وحواراته مستعمل وتطلع فيها حاجه تطلع بتاع. دي عربيه جديده زيرو، خصوصا لما نيجي لسه لنقطه الضمان والصيانات. عربيه جديده زيرو يا جماعه، تقعد 5-6 سنين ما تحطش ايدك في العربيه، وسعرها قليل ومليانه تجهيزات يا جماعه، فتح السقف، الطاره، شحن الوايرلس، الشاشات، مش عارف ايه، كل اللعب وكل الحاجات اللي انت بتسمع عنها اتحطت لك في عربيه سعرها قليل. فدي عربيه تبتدي بيها زيرو. هل العربيه دي تصلح تشتغل بيها في اوبر وفي الابلكيشنز التوصيل النقل الذكي؟ انا شايف ديت لا. لكن الفئه الاولى منها الفئه الاولى نازله بموتور تنفس طبيعي مع برضه الفتيس السي في تي، دي عادي اشتغل بيها. ما بنصحش قوي ان احنا نشتغل ونعد عدادات كبيره بالمواتير التربو ونضغط عليها وحراره وشمس والجو عندنا بقى حر وبتاع، لا دي ما تصلحش الشغل. الفئه الاولى منها تصلح للشغل. هي احسن ولا التيجو 4 برو؟ هي احسن، دي اجابه قاطعه يا جماعه. هي احسن من التيجو 4، كماليات اعلى، تجهيزات اعلى، سعر احسن، وعربيه مستورده. فقولا واحدا بالنسبه لي هي ولا التيجو 4؟ هي الاكس 3 برو احسن من التيجو 4 قولا واحدا. ايه الحاجات اللي انا طالبها ممكن تبقى في الاجيال اللي جايه احسن شويه؟ العزل الصوتي ممكن يتحسن عن كده، السماعات حلوه واحسن من عربيتي الشخصيه، لكن لما بتعلي الصوت قوي عن السماعات تحس بقى ان اصوات دخلت في بعض. لكن السماعات بشكل عام كويسه. العزل الصوتي محتاجه يتحسن، السماعات محتاجه الفتره الجايه تكون احسن من كده في الاصوات العاليه. وفرامل العربيه حلوه، ولكن الشوط بتاع ان انا ادوس بقطع شوط شويه عشان خاطر اوصل ل ان انا افرمل. لكن هي حلوه وجميله، بس انت محتاج رجلك تتعود عليها ان انت بتدوس، بتطول الدوسه شويه عن اي عربيه. طبعا زي اي عربيه اس يو في اقتصاديه، ثبات العربيه على السرعات العاليه قوي ما مش قوي بصراحه، خصوصا ان العربيه ارتفاعها حلو عن الارض، وارتفاع العربيه عن الارض 15 سم وشويه، 15 سم و8 تقريبا. فده الارتفاع المطلوب، ناس كتير بتحب الارتفاع ده عشان الطرق بتاعتنا والمطبات والكلام ده. بس يا سيدي ده كل اللي انا حسيته في تجربه العربيه. مساحات العربيه كمان كويسه، انا قاعد قدام حلو مرتاح، ورا برضو كنت تمام مش قوي، ورا المساحات ضيقه شويه، ولكن انا قدام قاعد مرتاح وزي الفل ومش مواجه اي مشكله في القعده بالنسبه لي مريحه وانا طويل وانتوا عارفين. بس يا سيدي دي كده كانت القصه كلها في تجربه القياده بالنسبه لي. تعالوا بقى نركن ونجيب الخلاصه. لكن العربيه دي هتنفعك قوي قوي لو انت عايز عربيه اقتصاديه، عربيه موفره، عربيه تلاقي قطع غيارها، لان هي نفس عربيه بتاعت حد تاني، لان هي بتشترك مع العربيه التانيه المنافسه ليها تيجي فور بروف كل حاجه. عربيه تلاقي قطع غيارها بسهوله، عربيه تلاقيها موفره، عربيه هتلاقيها تنفع عيلتك لو انت عندك حد لسه متجوز، عندك اولاد صغيرين، الكلام ده كله هتنفع العربيه دي قوي قوي، وملمومه ومصاريف تشغيلها قليله. ده غير باكج الصيانه والضمان اللي لسه هننزل نقولهم بعد شويه. جماعه العربيه دي هي صفقه قيمه مقابل سعر كويسه، توفير، اقتصاديه، قطع غيار، الكلام ده كله صعب تلاقيه في الفئه دي. بس كده يا سيدي، دي كانت تجربتي مع الكايي الاكس 3 برو. العربيه في المجمل هي عربيه لذيذه، عربيه لحد عايز يدفع اقل بادجت وياخد كل حاجه، ياخد كل التجهيزات دي. عربيه فتره ضمانها طويله جدا، ضمان 10 سنين او مليون كيلومتر على الموتور. عرض الصيانه حلو جدا، عرض الصيانه، صيانه عليك وصيانه عليهم، صيانه انت بتدفع حسابها، صيانه هو الوكيل بيدفع لك حسابها. كل دي حاجات مميزه مش هتلاقيها في الرينج ده. والعربيه كمان سعرها حلو، سعر 900 و960 الف، اول فيها ب 900 وتاني فيها ب 960 الف اللي هي اللي معانا دي. العربيه كمان يا جماعه سعرها كويس، يعني العربيه ما اعتقدش ان في حاجه برضو في الرينج ده بتقدم كل ده بالسعر ده بفتره الضمان دي بعرض الصيانه ده. ده كان رايي في العربيه بمنتهى الامانه، اللي عجبني واللي ما عجبنيش، الحاجات اللي انا شايفها حلوه والحاجات اللي انا شايفها محتاجه تبقى حلوه. كان معاكم محمد الباشا، قولوا لي في الكومنتات محتاجين نجرب ايه عربيات الفتره اللي جايه، وسلام.